في ليله من الليالي عظمه القمه ما بين الاهلي والزمالك، وطبعا عظمه القمه اللي اقصدها هي الشوط الثاني، لان الشوط الاولاني يا معلم حرفيا المثل بتاع عيان بيلاعب ميت كنا شايفينه حرفيا. ولكن بعد ما الزمالك قدر يسجل الهدف الاول عن طريق سيف الجزيري، بعدها الاهلي بدا الحماس ياخده. الشوط الثاني بقى تفوق كاسح للنادي الاهلي حرفيا، بعد ما قدر مارسيل كولر انه يقلب الترابيزه، وكان ممكن يقلبها كنتيجه كمان، ما قدر عبد القادر يسجل هدف التعادل. واحنا كزملكاويه قاعدين حاطين ايدينا على قلوبنا خايفين ان الاهلي يسجل الثاني والقضيه الثالثه، ولكن الحمد لله القضيه الثالثه كانت من نصيبنا برضه سيف الجزيري. ولكن رغم فوزنا النهارده خليك عارف ومتاكد اننا النهارده فنيا ما كناش افضل من الاهلي، ولكن الكوره زي ما كلنا عارفين الكوره اهداف يا معلم، واللي يعرف يكسب اكسب. غير طبعا ان اللي بره كمان الكور مش لاقيين كوره تانية حتى يلعبوا بيها. بس يا معلم الكور اختفت وشغل شمال افريقيا هيظهر. احنا يا معلم عايزين نكسب عشان بالفعل في النهايه الزمالك يفوز على الاهلي ب3 نقاط مهمين جدا في الدوري. وانا عارف يا سيدي هتقول لي لسه بدري على الدوري، والدوري برضه لصاحب النفس الطويل، ولكن دايما مباريات القمه بتكون مهمه جدا. فنتمنى ان شاء الله فوزنا النهارده يدينا دفعه قويه الفتره اللي جايه، رغم ان برضه فنيا وبدنيا احنا لسه قليلين، والاهلي وسط الغيابات دي كلها كان برضه افضل مننا وكان ممكن يكسبنا عادي لولا الاخطاء الدفاعيه اللي كلنا شفناها. وهي الكره كده يا معلم، انت تخطأ وانا اسجل واكسب. فيا عظمه لحد كده.